وصفة النهاردة لعشاق الشوكولاتة. محدش طبعا ما بيحبش الكوكيز. هنعمل كوكيز النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، نشربه كده جنب اي كوباية قهوة. خطير وطعمه تحفة، من الاطفال للكبار حقيقي بيحبوه. وصفة خطيرة وسهلة وبسيطة وطعمها يجنن. يلا نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هند سليم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. هجيب البولة كده اول حاجة، وهبتدي اضيف عليها نص كوباية من الزبدة. الزبدة طبعا مسيحاها بالشكل ده، وياريت تكون يعني نقدحها شوية كمان، يعني نزود عليها تسخين شوية. وبعد كده هضيف عليها نص كوباية من السكر الابيض ونص كوباية من السكر البني. تمام. نقلبهم بقى وندوبهم كده كويس جدا في الزبدة بالشكل ده. هنا بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة، وشوية فانيليا، واقلبها بقى كويس جدا لحد ما البيضة كده عندي تبتدي تختفي وتدوب تماما. شايفين؟ طبعا سر طعامة الكوكيز ان انت تقدحي الزبدة كويس جدا. ضفت بقى فنجان كده وربع من الدقيق، طبعا منخول كويس، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. ما ننساش بقى ذرة الملح. وطبعا المكونات عندي هي بسيطة جدا ومش محتاجة غلبة ولا حاجة، يعني في وقت ما تحتاجي كده تشربي كوباية قهوة جنبها حاجة حلوة، يعني الوصفة دي يعني هي دي الوصفة، يعني لازم تعمليها. خطيرة وطعمها حلو جدا، والأطفال كمان بيحبوها كتير. يعني لو انتي طلبوها منك في أي وقت، الوصفة بسيطة، يعني مش هتحتاج منك أي اختراعات، يعني هي سهلة جدا وهتعملها لهم كده في ثواني، حاجة حلوة وهينبسطوا بيها جدا. وطبعا كمان بقى يا سلام لو عملتها لهم في المدارس، خطيرة. انا هنا ضفت حوالي يعني نص كوباية كده من الشوكليت شيبس. عايزين تستغنوا عن الشوكليت شيبس وتضيفوا معلقة كبيرة من الكاكاو، مفيش مشكلة، لان كده كده شوكليت شيبس عندي هيدوب، فانا يعني حابة طعم الشوكولاتة اكتر. العجينة عندي يعني دايبة كده شوية، فلازم تخش هي اصلا العجينة بتاعت الكوكيز لازم تكون كده. فهدخلها كده التلاجة عندي نص ساعة، وبعد نص ساعة هبتدي اشتغل فيها. هنا جبت حوالي 100 جرام من الشوكولاتة، نص قالب يعني، وابتديت ان انا اقطعها كده يعني مربعات صغيرة، بحيث ان انا كل كورة كده من الكوكيز هبتدي ان انا احط عليها الشوكولاتة. طبعا تشكيل الكوكيز مش محدد، شكل عشوائي جدا. بتعمليه كده، بتكوريها وبتحطيها زي ما هي، مش بتفرديها ولا حاجة، هي بتنفرد كده في الفرن، وبتاخد الشكل بتاعها لوحدها. هي حلاوتها في شكلها العشوائي. حطيت طبعا الشوكولاتة كده على الوش ودخلتها بقى الفرن. شايفين الجمال؟ دابت بقى معايا كده وفردت، وكل واحدة كده واخدة وضعها بشكلها المميز، ومش محتاجة ان انتي يعني تعمليها باشكال معينة، هي شكلها كده. فبجد بقى ما خدتش معايا يعني ربع ساعة بالظبط في الفرن وطلعت بالجمال ده. الكمية اللي انا عملتها هتطلع معاكي 6 كوكيز، يعني انا زودت بقى علشان تطلع معايا كمية اكبر، لان الاولاد عندي بيحبوها جدا. فبجد خطيرة وما يتشبعش منها، ولازم تجربوها، من احلى الوصفات. خطيرة وطعمها تحفة. تحطيها بقى كده في علب او علب ازاز طبعا. بياخدوا بقى واحدة كده جنب كوباية قهوة، جنب كوباية نسكافيه. حقيقي خطيرة. تحطيها برضو في اللانش بوكس، هتبقى حلوة جدا وهيفرحوا بيها قوي. شايفين الجمال؟ يعني البيت عندي صراحة الريحة قلبت البيت. خطيرة خطيرة خطيرة. غير بقى ان هي سهلة جدا، يعني تشجعوا كده واعملوها، هتعجبكم جدا حقيقي. من احلى الوصفات وسهلة جدا وطعمها مميز. شايفين الجمال؟ يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم. باي باي.